بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون والحاضرات في هذا المؤتمر، نحييكم ونرحب بكم لإحياء ذكرى ثورتنا الشبابية الأورومو، والذي يحتفل في كل عام يوم 9 نوفمبر، وكل عام وأنتم بخير. إن هذا اليوم يوم 9 نوفمبر يوم عظيم في تاريخ شعبنا الأورومو، لأنه يوم بدأ فيه الثورة الشبابية ضد الحكومة الويانة. وهذا الثورة الشبابية قد أسست على أيدي جبهة تحرير الأورومو، وقد بدأوا هؤلاء الشباب الثورة ضد الحكومة الويانة الطاغية والإمبراطورية بأمر من جبهة تحرير الأورومو في عام 2005 ميلادية. وفي هذا السنة قد خرجوا هؤلاء الشباب المسيرات السلمية في كل يوم حتى وصلوا شيئا فشيئا إلى الأمام. وفي عام 2014 قد خرجوا المسيرات الكبرى الذي يعم كل مدينة يوجد فيها في أراضي أوروميا حتى الجامعات، خاصة جامعة مدينة روبي وأمبو وحرمايا وجمة. وفي عام 2015 ميلادية قد انفجر الشعب الأورومو مع هؤلاء الشباب الطلاب للمسيرات الكبرى الذي وصل إلى عمق أوروميا طرفا إلى طرف من البلاد كله. وفي عام 2016 قد وصل هذه المسيرات إلى رفض أوامر هذه الحكومة الطاغية الظالمة على الشعب الأورومو العظيم. وقد رفض هؤلاء الشعب الأورومو من دفع ما يسمى إيجار الحكومة نهائيا. وفي عام 2017 في هذه السنة قد خرجوا من هذه الحكومة من يرفض أوامر الحكومة، وهم الشرطة الوطنية الأورومو. وهؤلاء قد قاموا مع الشعب الأورومو المعارضين على الحكومة على هذه الحكومة، وغلقوا مع الشباب الثورة كل الطرق التي تؤدي من المحافظات إلى العاصمة فنلندا، أو كما تعرفون أديس أبابا. وخاصة قد منعوا ممتلكات الحكومة الخروج أو الدخول من العاصمة. وهذا يعتبر نهاية هذا الحكومة الطاغية والإمبراطورية على الشعب الأورومو العظيم. ولكن حتى الآن العملاء الذين تربوا من بقية هذه الحكومة قد يحاولون أن يعالجوهم هذه الحكومة التي قد وصلت فوق سكرات الموت. هؤلاء العملاء بعضهم من الداخل وبعضهم من الخارج، وهم يتحركون على حساب هذه الحكومة المنتهية على بلدنا. هؤلاء العملاء وهم مأجورين لمصلحة قليلة لا تغني من جوع. ولكن نحن نتأكد أن لا يقدرون أن يعالجوهم هذه الحكومة المنتهية ولو حاولوا 100 مرة من الداخل أو الخارج، مرتبطة مع بعضهم البعض. لأنه هذا الشعب الأورومو العظيم إذا غضب وتوجه على شيء لا يقدرون أن يردوه من طلباتهم العملاء والمنافقين. وهم هذا الشعب الأورومو العظيم شعب يكون عددهم في هذا البلد أكثر من 40,000 مليون نسمة على هذا الوطن. ولذلك لا يوجد أي شعب أو قبيلة يوجد في هذه البلاد أن يرده من طلباتهم أبدا. وإن طلبات هذا الشعب الأورومو العظيم الحرية على وطنهم، وأن يكونوا صاحب القرار على ممتلكاتهم الخاصة والعامة في بلدهم، وأن يعيش مع كل من يعترف حرية الشعب الأورومو وحقوقهم بالاحترام والديمقراطية الأصلية معهم.
وهذا أمر واجب مقطوع. لا يرجع الشعب الأورومو أبدا حتى يتحقق الهدف من هذا المطلب بالكامل في بلدنا الغالي. أيها الحاضرون والحاضرات، ونحن هذا الشعب الأورومو العظيم في ذكرى هذا اليوم ندعو الله أن يغفر ويرحم شهداءنا المجاهدين الذين استشهدوا من شباب الثورة لأجل أن يرفع رؤوس شعبنا الأورومو من الذل تحت حكومة الظالمين الإثيوبيين. وأيضا نسأل الله المغفرة والرضوان لجيش جبهة تحرير أورومو الذين سقطوا في كل محافظات أوروميا بسبب أن يحرروا وطننا الغالي. وكما نسأل الله العلي القدير أن يشفي جرحاهم وأن يفك أسراهم إنه على كل شيء قدير. أيها الحاضرون والحاضرات، وفي هذا المكان نتوقف أن نتذكر بها في هذا المكان العظيم الشكر والتقدير على كل المستحقين بهم. وهو كعادتنا نرسل التحية والشكر الجزيل باسم الشعب الأورومو على صاحب هذا المستشفى الألماني الحديث ورئيس مجلس الإدارة الدكتور يحيى الثور حفظه الله ويرعاه. وكما نشكر ونحيي المدير العام لهذا المستشفى الألماني الحديث الأخ العزيز الأستاذ غلاب علي الجبلي. وأيضا نشكر المدير الفني ونائب المدير العام الدكتور أسامة الثور. وكما نشكر ونحيي مسؤول الأمن في هذا المستشفى الألماني الحديث الأخ العزيز عبدو محمد مع زملائه لكي كانوا جنبنا بالأمن في هذا المستشفى العظيم أو خارجه. وهذا الأخ الغالي قد أصبح لنا للشعب الأورومو كالعمود الفقري في تحقيق الأمن لنا في كل مكان. وأيضا لا ننسى الشكر الجزيل لموظفي المطعم التابعة لهذا المستشفى الألماني الحديث وعلى رأسهم الأخ العزيز عادل الحزمي. وكما نشكر كل أسرة هذا المستشفى الألماني الحديث من الإدارة والدكاترة والتمريض والأمن والنظافة وكل من له علاقة طيبة مع هذا المستشفى الحبيب الغالي. ونتمنى له التقدم إلى الأمام على كل ما يخص للمستشفيات في كل أنحاء العالم. أيها الحاضرون والحاضرات، نحن للشعب الأورومو العظيم لا يجوز لنا أن ننسى أن نعيش فوق أرض الحكمة والإيمان وفوق أرض الجنتين وفوق أرض قال جل وعلا أرض طيبة ورب غفور. وفوق أرض يعيش عليها شعب أرق قلبا وألين قولا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو الجمهورية اليمنية. ونحن واجب علينا أن نشكر وندعو لهذا البلد العظيم السلامة والأمان والنصر على الظالم المعتدي عليهم، لأن سلامة الشعب اليمني العظيم وهو سلامة لشعبنا الأورومو هنا، وأمان الشعب اليمني العظيم وهم أمان لنا للشعب الأورومو العظيم. ولذلك نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا البلد بلد الأمن والاستقرار والوحدة والإيمان، وأن يرفع هذا الضيق والشدة والمصيبة عنا وعنهم إنه على كل شيء قدير. أيها الحاضرون والحاضرات، أخيرا نشكر الحاضرين في هذا المكان صغيرا وكبيرا نساء ورجالا من الشعب الأورومو وغيرهم، وأن نكون جنبا على جنب مع جبهة تحرير أورومو بكل ما نستطيعون به حتى نصل هدفنا الأخير، وهو هدفنا الأخير الحرية والديمقراطية فوق وطننا الغالي. ومرة أخرى نسأل الله العلي القدير المغفرة والرضوان لشبابنا الذين استشهدوا قبل هذه الساعة أو في نفس الساعة،
وأن يجعل دماءهم ثمن الحرية والعدالة والديمقراطية على أرضنا. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والبركة، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرا الناصر للشعب الأوروبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kananti ang surang